بصوا، هو مع احترامي يعني للناس اللي انا هقول عليهم الكلام ده، بس انا مش قصدي بيهم الناس دول، انا قصدي بيهم ناس تانية. ما تتعاملوش مع ناس عمية القلب والبصيرة. تمام. والبصيرة هنا بتختلف عن النظر. عمية النظر دي بتبقى حاجة من عند ربنا، وربنا اللي جايبها وما نقدرش ان احنا نتكلم عليها. انما عمية بقى القلب وعمية البصيرة دي، دول لو فضلت تقنعهم او تقول لهم اي حاجة في الحياة، عمرهم ما يقتنعوا غير اللي هم شايفينه في دماغهم بس. يعني هم شايفينك شخص كويس، هتفضل شخص كويس مهما حاولت تبين لهم، او مهما بينت لهم بالفعل اوريدي ان انت حد مش كويس، بس انت بالنسبة لهم هم شايفينك حد تمام. وممكن بقى يشوفوك حد بقى شيطان، شيطان حرفيا، مع ان كل اللي انت عملته في حياتك معاهم في الفترة اللي انت عشت معاهم فيها مش هتثبت اي حاجة غير ان انت شخص عادي، بني ادم طبيعي، بني ادم طبيعي، بتتعامل عادي بطبيعتك. ليك مشاكل وليك عيوب وليك مميزات وليك حاجات كتير. تمام. بس هما شايفين ان انت شخص مش تمام، انت شخص مش كويس، انت شخص احنا عايزين نشوفك كده. الناس اللي بتبقى عمية القلب والبصيرة بيبقوا شايفين الناس كده، مهما حاولت تقنعهم ان انت غير ما هم شايفينك عمرهم. يعني طب، مع احترامي والله، تخيل ان حد ما بيشوفش قعدت توصف له شكل حاجة، عمره ما هيشوف الحاجة زي ما هي فعلا. هو مش شايف غير اللي هو متخيله، ما بيشوفش. فانت تقعد تضيع حياتك وعمرك مع الشخص ده؟ لا طبعا، حرام عليك نفسك. ممكن تحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة عشان نفسك وعشان عايز تبقى مع الشخص ده، بس ان انت تفضل معاه ويقعد يهين ويوجع ويكسر، لا. الناس بتشوف، في ناس بتبقى عايزة تشوف ومحتاجة بس ان انت تاخد بايديها كده توريها اللي هي عايزة تشوفه، وفي ناس مهما حاولت توريها يبقى انت كذاب، يبقى انت بتشتغلهم، يبقى انت مش مظبوط، يبقى انت فيك حاجة غلط. الناس دي كده، الناس اللي ما بتشوفش عمية البصيرة دي وعمية القلب كده. كانت في حصلة مشكلة صغيرة بيني وبين واحدة صاحبتي، قعدنا فيها انا وهي 7 شهور ما بنتكلمش. 7 شهور ما بنتكلمش، بس كل واحد فينا عارف التاني على ايه. تمام. ولما رجعنا احنا الاتنين اتعاتبنا واتكلمنا، كل واحد فينا عارف وجهة نظر التاني. تمام. ولما قعد يتكلم فيها ووضحها، اللي قدامه فهم وتعاملنا على هذا الاساس. لما رجعنا كل الناس كانت فاكره ان العلاقه هترجع بينا ميته، عشان كل العلاقات بترجع بايظه. لا، رجعت العلاقه احسن ما كانت، ولا كاننا اتخاصمنا 7 ساعات مش 7 شهور ما بنتكلمش. ليه؟ عشان كل واحد قاري اللي جوه التاني وشايفه على حقيقته. ماشي، كل واحد عاش مع التاني اللي يخليه يقول لا البني ادم ده محترم. انما انت ممكن تعيش مع ناس ما يشوفوش اي حاجه مهما حاولت تثبت لهم ان انت حد كويس. لا، في حاجه ورا الحاجه الكويسه دي، في حاجه وراها. انت استحاله تكوني كويسه كده. ايه ده؟ انت بتغلطي؟ ازاي تغلطي؟ اصل انت ملاك، انت ما ينفعش تغلطي. بس احنا نغلط عادي، احنا نعمل كل العيوب اللي في الدنيا عادي، احنا نعمل كل مساوئ الحياه عادي، بس انت تغلطي؟ ما ينفعش. ازاي ما ينفعش؟ احنا مش هينفع نبقى معاكي عشان انتي بني ادمه طبيعيه وبتغلطي، بني ادمه طبيعيه وممكن تخطئي. لا، ما ينفعش خالص. الناس بقى دي، الناس اللي هي عمية القلب والنظر دي، ماشي، مش النظر، انا اسفه، عمية القلب والبصيره دي، ماشي، دول ما نتعاملش معاهم، دول بجد ما نتعاملش معاهم، لان دول مهما حاولنا نثبت واحنا بنثبت بالدلائل، يعني في دلائل بتحصل وبتتشاف، بس احنا برضو وحشين. مهما حصل احنا وحشين، احنا مش كويسين، احنا بني ادمين. لا، ازاي انتي بني ادم؟ انا عايزك ملاك بجناحات نازله من السما، ما تغلطيش. لا 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 لا، ما ينفعش ابقى اعيش مع واحده زيك بتغلط. ازاي؟ بس انا اغلط عادي، مش مشكله، انا غلطاتي مبرره عشان انا بني ادم. انما انتي لا 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 لا، ما ينفعش، انتي ما ينفعش. البنات لازم تبقى كذا، والبنات لازم تبقى كذا، وطريقتهم تبقى كذا، واسلوبهم يبقى كذا. آية صاحبتي، الحنية يا جماعة بتغير الطباع، الحنية يا جماعة بتغير الطباع، والحنية بتلين الحجر، والأسلوب الكويس ممكن
تخلي اللي قدامك يشيل عينيه كده ويديها لك. تمام. انا عندي ايه صاحبتي، ماشي، ايه صاحبتي دي الوحيده اللي دخلت حياتي وما استنزفتنيش، الوحيده اللي دخلت حياتي وشافتني زي ما انا، زي ما انا عارفه ان انا متربيه الحمد لله، ما ببصش في اللي في ايد حد الحمد لله، عارفه ان عيني مليانه، عارفه ان انا متربيه وبنت اصول، بنت اصول ومتربيه وشبعانه ونظيفه، تربيتي نظيفه، عارفه ما بحكمش على حد وما بقولش على حد حاجه مش فيه، وتمام، ومش بقول انا كذا وهو كذا وده كذا وانا كذا، مش بقول. ايه دي من كام يوم كده، يوم الخميس بالتحديد، كنت بكلمها وانا وهي بنشتغل، فبكلمها بقول لها اسكتي يا يويو، ده انا صاحيه النهارده حلمانه ان انا بكلم واحد بتاع بيكري، بقول له انا عايزه اكل كرواسون بالزبده وعايزه معاه كابتشينو عشان اغمس الكرواسون بوش الكابتشينو. كنت انا اليوم ده صايمه، يا دوب فطرت ودخلت المطبخ بعمل الشاي، لقيت جرس الباب بيرن وماما بتفتح وحد داخل عامل دوشه جامده جدا. انا ما كنتش في الاول مفسره خالص انها ايه وهي داخله، بعد كده تقول لها ايه ده انا فين وما اعرفش ايه بالرغم ان انا كنت قايله لها ان اليوم ده انا نازله وما نزلتش عشان كنت تعبانه. لا ماما كانت تعبانه، قلت لها انا نازله انا واسماء فما تجيش. انا ما كنتش اعرف انها جايه، قالت لي انا جايه عند ماما واحتمال اعدي عليكي. لقيتها في المطبخ بتقول لي ماما ايه ده يا نهاد مش هنا، انا عارفه انها مش هنا، فانا قلت لها لا تعالي ايه انا هنا. لقيتها جايه وجايبالي كرواسون حادق وحلو وجايبالي كابتشينو معاها عشان اعمل الكابتشينو. قالت لي انا كنت عارفه ان انا لو جيت لك شايله الكابتشينو من المنصوره للسنبلاوين الوش هيروح، فجبت لك الكابتشينو انت اعمليه براحتك بقى واشربي براحتك زي ما انت عايزه تشربي وغمسي براحتك بقى. وجايبالي اندومي عشان كنت بقول لها ان ماما بتقعد تزعقلي لما باكل اندومي، جايبالي اندومي معاها وجايباها ومخبياها كده. وقتها انا واحده الناس اللي عارفاني انا ما بحبش الاحضان واللمس والكلام، ما بحبش الحاجات دي. انا وقتها حضنت ايه حضن اقسم بالله انا ما كنت عايزه اسيبها، حتى ايه كانت مستغربه ان انا حضناها. بعد ما خلصت الحضن ده بتقولي نهاد هو انت اتغيرتي، انت بقيتي بتعرفي ت... 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 تعبري عن اللي انت حاساه. فقلت لها ما انت حركتك برضو يا دي مش سهله، ان انت سايبه عيالك وجايه لي صد رد، يعني هي مش عند مامتها، مش جايه لمامتها في السنبلاوين، لا هي جايه لي من المنصوره عشان تجيب لي حاجه انا نفسي فيها، فجايبها لي عشان انا صايمه، وكانت جايه وجايبها لي عشان انا نفسي فيها. تمام. في ناس ممكن تبقى ماشيلهم 10 كيلو ويستخسروا يمشوا لك متر واحد، في ناس تبقى مقدم لهم ايام الاسبوع كلها ويستخسروا يجوا على نفسهم ثانيه، في ناس ممكن تبقى تعبان ومش قادر ومتهان حرفيا وعارف ان الوقت اللي انت بتقضيه معاهم ده هو الوقت اللي بتاخد نفسك فيه وتعمله وتروح، ويستخسروا فيك اقل حاجه، اقل حاجه تبقى خارج ومع اصحابك ومبسوط وينكدوا عليك. ليه؟ عشان غيرانين او عشان متضايقين او عشان مش عايزين يحاولوا. هما مش عايزين يحاولوا، هما عايزين الحاجه تجيلهم على الجاهز، وعايزين العلاقات تبقى جايه على الجاهز، والعلاقات تبقى ما فيهاش اي مشاكل، هما عايزين على الجاهز. وانا ايش ضمني ان انا لما اعمل معاكي كده ما تعمليش كده بعد كده؟ محدش ضامن، محدش ضامن، بس اللي بيبقى عايز بيقنع نفسه وبيضمن، اللي بيبقى عايز واللي بيبقى ماسك ومثبت ماشي. انما هنرجع نقول ايه برضو، اعمى القلب والبصيره ما نتعاملش معاهم. الناس اللي هم ما بيشوفوش غير اللي هم عايزين يشوفوه وما بيقتنعوش غير باللي هم عايزين يقتنعوه بيه، دول ما نتعاملش معاهم، دول نديهم فرصه واثنين وثلاثه ونعرف ان بعد كده هيستنزفونا، ومش هيستنزفونا بس هيقلوا مننا وهيقلوا من قيمتنا. واحنا طبعا عشان احنا محترمين مش هنعرف نرد، احنا مش بنكتفي بالسكوت او العياط بس، غير كده ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش نرد عشان ما يقولوش ايه ده شوفوا ده اللي انا كنت خايف منه بقى، ده اللي انا كنت خايف منه بقى ان انت طريقتك واسلوبك. لا، اللي تخاف منه ابعد عنه بس. فاحنا ما نتعاملش يا جماعه مع ناس ما بتشوفش او مش عايزه تشوف، بس كده.